الدولة المغربية اقتصاد قوي، لأن البلد المتطور هو البلد الذي اقتصاده قوي. من وصول تبون إلى الحكم مع شنقريحة انهيار على كل المستويات. الجزائر ليس لها سيادة وليس لها كلمة. عيب باش نقارنوا، ما نقدرش انا نقارن بين الملك محمد السادس وتبون. الملك محمد السادس وين وتبون وين، في أسفل السافلين. وهذه تقدر تعرفها من الصفعة القوية اللي اداها النظام الجزائري من مجلس الأمن، تأثير الملك محمد السادس على القرار كله اللي غير كل شيء. عهد جديد من البنية الاستشفائية الحديثة والذكية تعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس القائمة على تمكين جميع المواطنين من ولوج منصف لخدمة الرعاية الصحية من الجيل الجديد. المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه يشتمل على بنيتين متكاملتين هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. المركب الجامعي الاستشفائي فهو كيحتوي على واحد الشطر اللي هو أكاديمي، واحد الشق اللي هو أكاديمي، وهناك قطب اللي هو قطب الاستشفاء. القطب تاع الاستشفاء فهو كيحتوي على جميع التقنيات الحديثة والجد متطورة. هو مستشفى ذكي ويعتمد بقوة على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنة. هناك العديد من القاعات الجراحية اللي كتجرى فيها يمكن تجرى فيها العمليات الجد معقدة. ويضم هذا المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، أزيد من 30 قطبا للتميز في المجالات الطبية والجراحية والتقنية تهم تخصصات مختلفة. هذه الصالة اللي كتشوفوا دابا هي الصالة ديال الجراحة الروبوتية. لو بروميير روبو سور رابا، هذا أول روبو غادي تكون في رابا دافينشي. هذا الروبو آخر ما كاين في الجراحة الروبوتية. كيصلح بليزيور عدة جراحات، من جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، جراحة النساء والجراحة الصدرية. وتتوفر هذه المؤسسة على تجهيزات عالية التكنولوجيا، من بينها أجهزة للتصوير المقطعي تعد الأولى من نوعها في المغرب وفي إفريقيا. ومن ضمن الخدمات المبتكرة يتوفر هذا المستشفى على وحدة لعلاج الحروق البليغة ومصلحة للعلاج بالأكسجين الوحيدة في المغرب. كما يتميز هذا المركب بإنشاء أول منصة مختبرية آلية بالكامل في إفريقيا. هذا المختبر حنا كنتواجدوا في القاعه اللي كتواجد فيها هذه السلسله الاليه اللي كتكونه من 11 وحده وكتجمع لنا 7 الالات. هذه السلسله فريده من نوعها في المغرب وفي افريقيا، لان كتجمع لنا 4 ديال التخصصات ديال التحاليل البيوطبيه، من ضمنها البيوشيمي، لا توكسيكولوجي، لا سيرولوجي انفكسيوز، اليماتولوجي. تعد هذه المؤسسة منصة تعليمية متميزة لطلاب جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث تتيح لهم الاطلاع على بيئات سريرية وتكنولوجيا متطورة. أول حاجة المركب فيه جامعة من جهة وفيه مستشفى استشفائي جامعة من جهة أخرى، وما بينهما مركز للمحاكاة الطبية. لماذا؟ لأن الطرق الجديدة للتعلم الصحي في المغرب ما يمكنش لها تخلى على مركز المحاكاة بالنسبة للطلبة الجدد. لماذا؟ لأن الطالب الجديد خصو ياخذ الأفكار وياخذ التكوين في الجامعة. وسيرا على نهج تنويع العرض الصحي في جميع الجهات، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير. المركز المنجز باستثمارات مالية تفوق 3 ملايير درهم، تبلغ سعته الإجمالية 867 سريرا. يمثل هذا المشروع
جيلا جديدا من المراكز الاستشفائية الجامعية. الطاقة الاستيعابية تبلغ 867 سرير، ويضم مجموعة من التجهيزات الحديثة، من بينها منصات روبوتية للجراحة الدقيقة، وقاعات عمليات رقمية حديثة، ووحدات إنعاش وعناية مركزة بمعايير حديثة ودولية. وتمت تعبئة أكثر من 1400 مهني الصحة. وسيساهم هذا المستشفى المرجعي من الجيل الجديد الذي سيستفيد منه نحو 3 ملايين شخص في تطوير البنية التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس ماسة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية. الوغ الملك محمد السادس نعيب باش نقارنه، ما نقدرش انا نقارن بين الملك محمد السادس وتبون. الملك محمد السادس وين وتبون وين في أسفل السافلين. وهذه تقدر تعرفها من الصفعة القوية اللي اداها النظام الجزائري من مجلس الأمن، تأثير الملك محمد السادس على القرار كله اللي غير كل شيء. الوغ الملك محمد السادس خدم على هذا الشيء، خدم على الموقف الأمريكي، دعم خلاص واضح وكامل، فرنسا واضح وكامل، بريطانيا، بقات في دول كما روسيا والصين اللي عندهم حق الفيتو. هو شخصيا القيمة تاعو كملك، القيمة تاعو كقائد لدولة، الاحترام اللي يحترموه له، الاحترام تاع الكلمة تاعو، فكان يكفي انه الملك يرفع السماعة، يتصل ويهدر ويقول حان الوقت. فروسيا لا تصوت ولا تستعمل حق الفيتو، ولا الصين. ودولة كما سلوفينيا اللي الجزائر كانت معتمدة عليها وتاكل عليها، وبيناتنا الزغاريت والتحواس والماكلة، تضربك بصبعة تقلب لك راسك. السروال تاع الدبلوماسية الجزائرية طاح. نذكركم شنو قال جلالة الملك في أكتوبر في البرلمان. قال كاين عالمين، كاين عالم حقيقي واقعي فيه المغرب في صحرائه، فيه دول كتعترف بالحكم الذاتي، فيه واحد التنمية اقتصادية، كاين عالم آخر اللي كان باقي كيتمسك بشي حاجات قدام، شي حاجات عفى عنهم الزمن. وقال جلالة الملك آنذاك الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤوليتها باش هاد العالمين ما يبقاوش بجوج. واليوم الأمم المتحدة خدت مسؤوليتها البارح، ولا القرار كيعكس العالم الحقيقي الواقعي. حتى روسيا لم تدعمنا، حتى الصين. هذه هي الإشكالية المطروحة. المغرب، أنا لست أنا اللي أقولها، المغرب لديه حليف. الولايات المتحدة الأمريكية حليف ليس شريك، حليف استراتيجي للمغرب خارج منظمة الناتو. وهذا شكون اللي قالها بايدن الرئيس الأمريكي الأسبق، وهذه هي الحقيقة منذ نحن ليس لدينا حلفاء للاسف، نضربها بكل صراحه. العالم جنوب افريقيا مجبوده بعيده الى اخره، يكون ليبيا التي كانت تمول الى اخره، يصبحنا غير احنا اللي عندنا ما يسمى بالمسلحين للبوليزاريو. نبقاو احنا في مشكل والعالم جبد روحه. العالم في نهايه المطاف المغرب له الارض، يتحكم في الاراضي الصحراء دو فاكتو، يعني من الناحيه العمليه الفعليه هو عنده سياده، حبيت ولا كرهت الى اخره. وبدايه الدول، كل دول على شكل فردي بدات تعترف بمغربيه الصحراء، سواء باعتراف بالخطه المغربيه. جلاله الملك من ذاك التاريخ، من 99 قبل نهايه سنه 99 بدا الاشتغال على اولا كيفاش نخرجوا من هذا المسار اللي كان ديال مخطط التسويه والاستفتاء، اللي كيبان بانه ما غيعطيش حتى شي نتيجه، وبأنه صعب التطبيق. بعد ذلك بدأ الاشتغال مباشرة جلالة الملك على شنو هو البديل باش نخرجوا من هذا المخطط. كان كيخص مبادرة الحكم الذاتي اللي بدأ الاشتغال عليها من 2004 باش تحط في 2007. من بعد كانت هذه المبادرة عطات واحد المسار، ولكن ملي المسار يعني تعكس وما كانش إرادة من الأطراف الأخرى، جلالة الملك انتقل باش يشتغل على ان الحكم الذاتي واللي هو المرجع بالنسبه للدول
مادام الامم المتحده كانت مازال ما واجداش، كان اشتغال كبير على الدول في علاقاتها الثنائيه. وبدينا جلاله الملك قال امس ثلثي الجمعيه العامه الامم المتحده اليوم كيعترفوا بالحكم الذاتي. هذا ما جاش غير هكذاك، يعني في 2007 في 2008 في 2009 راه كانوا فقط بضع دول. ماشي جينا وصلنا لهذه اللحظه. لا، هادشي باش كنقول بان جا الاعتراف الامريكي في 2020.